المشاهدون الأكارم، سعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. وزارة التجارة والصناعة تصدر إعلانين قانونيين. افتتاح مهرجان الإرتريين في الدول الإسكندنافية. دعوة لتضافر جهود مكافحة الملاريا في إقليم عنسبة. الأمم المتحدة تقول أن 1 من كل 11 شخصا في العالم عانى من الجوع. اجتماع وزيري خارجية الصين وروسيا على هامش محادثات آسيان. وأعمال تخريبية تعطل قطارات فرنسا قبيل افتتاح الأولمبياد. أهلا بكم. أصدرت وزارة التجارة والصناعة الإعلان القانوني الرقم 232 لعام 2024 بشأن الأعمال التجارية غير السليمة، والإشعار القانوني رقم 133 لعام 2024 بشأن مراقبة نظام الترخيص والتسجيل التجاري. تم إصدار الإشعار القانوني رقم 232 لعام 2024 المكون من 13 مادة بشأن الأعمال التجارية غير السليمة، والمادة 10 جيم من إعلان الممارسات التجارية غير الجيدة من الإعلان القانوني رقم 225 لعام 2002 وفقا للصلاحيات الممنوحة لوزير التجارة والصناعة. هذا الإعلان القانوني الذي يضم تفاصيل الممارسات التجارية غير الجيدة المتعلقة بالحيازات التجارية والتجديدات والتسعير والمنافسة غير العادلة ومعايير الجودة والحجم وتواريخ انتهاء الصلاحية وتضليل المعلومات والتمييز بين المستهلكين، يضم وجهات الترخيص والتنفيذ والممارسات التجارية غير السليمة التفصيلية المتعلقة بسوء استخدام وإخفاء السلع المدعومة. يشمل أيضا تحسين الإعلان القانوني الرقم 133 لعام 2024 لإصدار التراخيص التجارية المادة 25 الصادر بموجب السلطة الممنوحة لوزير التجارة والصناعة بشأن قوانين إصدار التراخيص التجارية ومراقبة نظام التسجيل الصادر للإعلان القانوني رقم 233 لعام 2024. يشمل التسجيل وتحديث وإلغاء الرخص التجارية والمستندات المطلوبة للإلغاء والتغيير وخفض وزيادة النشاط التجاري وتغيير المكان، بالإضافة إلى 12 مادة للاسم والعلامة التجارية. والهدف من هذين الإعلانين القانونيين هو تعزيز عملية إصدار وتسجيل التراخيص التجارية بشكل واضح وفعال ومتطور ومقبول، بالإضافة إلى تصحيح ومراقبة الممارسات التجارية غير السليمة. وبموجب المعلومات الواردة من وزارة التجارة والصناعة تم تعليق إصدار التراخيص التجارية الجديدة منذ مارس 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا، ومع ذلك استمرت عمليات تجديد الرخص التجارية وتغيير أنواع الأعمال التجارية وعمليات نقل وإلغاء الرخص التجارية بشكل منتظم. وقد أجرت وزارة التجارة والصناعة مسحا ودراسة بمشاركة إدارات وفروع الوزارات في جميع أنحاء البلاد، وذلك لتقييم الأعمال أثناء تعليق إصدار التراخيص التجارية الجديدة. وعلى أساس هذه الدراسة أصدرت قوانين محسنة للقوانين المعمول بها، وتأتي القوانين الجديدة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة مكملة للإعلان رقم 225 لعام 2002 بشأن قواعد الأعمال التجارية غير العادلة، والإعلان رقم 228 لعام 2002 بشأن قواعد إصدار تراخيص الأعمال ومراقبة نظام التسجيل. يدخل هذان القانونان حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشرهما في جريدة المراسيم الإرترية. افتتح في 25 من يوليو مهرجان الإرتريين في الدول الإسكندنافية 26 في مدينة ستوكهولم السويدية. وقال رئيس لجنة تنسيقية الاحتفالات في دول الإسكندنافيا السيد ألم تخلى قرقيش في مناسبة الافتتاح التي حضرها عدد كبير من الإرتريين وأصدقاء إرتريا الأجانب،
قال إن احتفال هذه السنة ينظم في وقت تحقيق الانتصارات الرياضية للدراج بنيام جرماي في طواف فرنسا، مهنئا المشاركين والشعب الإريتري عامة. وأوضح بأن مهرجان الدول الاسكندنافية هو مهرجان أبناء القلب الواحد، لكونه جمع وطني يعكس الهوية والثقافة والقيم ونقلها للأجيال وتوسيع رؤى الشعب وتنمية الوحدة والوئام. ويستمر مهرجان اسكندنافيا لعام 2024 حتى 28 من يوليو بأنشطة ثقافية وفنية وترفيهية وسيمينارات عن الأوضاع الراهنة وندوات مهنية. دعا مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة لتضافر الجهود من أجل استئصال مرض الملاريا الذي وصل لمرحلة الزوال. وأوضح مسؤول وحدة مكافحة مرض الملاريا في الإقليم السيد كيروس سرقة لوكالة إيرينا أن جهود فعالة نفذت لإيصال أنشطة مكافحة الملاريا من مرحلة السيطرة إلى الزوال بعد 20 عاما، ويجري العمل بموجب الخطة الصحية الاستراتيجية الخفضية إلى مستوى الصفر حتى عام 2026. وذكر توزيع حوالي 250 ألف ناموسية في إطار أنشطة المكافحة، داعيا المواطنين للاستفادة الجيدة من الناموسيات. وأشاد بوكلاء الصحة في القرى في أعمال مكافحة الملاريا، وحث لنظافة البيئة ودفن برك توارد البعوض. وقال عضو الصحة العامة السيد أمانويل كفل مريم إن ظاهرة الملاريا أخذت تزداد وتنخفض في السنوات الماضية، وقد انخفضت الإصابة بالملاريا حاليا لنسبة 44% مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي. وذكر بأن العثور على نوع جديد من البعوض والتأخير في توزيع الناموسيات والإهمال في نظافة البيئة من بعض أسباب ازدياد الإصابة بالملاريا العام الماضي. عقد مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مدينة منصورة لقاءات مع سكان 10 ضواحي لمكافحة العادات الضارة وضمان صحة المجتمع. وأوضح ممثل المكتب السيد عينوم يماني في التقرير الذي قدمه أن لجنة محاربة العادات المتخلفة وزواج القاصرات تقوم بأنشطة توعوية استنادا إلى المراسيم والإعلانات القانونية. وقدم مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الممرض تخصص سلمون شرحا حول الأضرار الصحية الناتجة عن ختان الإناث وزواج القاصرات أثناء الولادة. وناشد المشاركون على استمرار سيمينارات التوعية خاصة في المدارس. استشهد في 24 من يوليو المناضل الرائد كبروم سجيد مسؤول المواصلات العامة في المدن في وزارة المواصلات والاتصالات عن عمر يناهز 69 عاما. التحق المناضل كبروم في صفوف قوات التحرير الشعبية عام 1975، وخدم في فترة الكفاح المسلح في القوات المقاتلة وجهاز النقل ووحدات التنظيم الأخرى، وبعد الاستقلال مسؤولا للمواصلات العامة في المدن. المناضل كبروم متزوج وأب ل10 أبناء، وقد وري جثمانها الثرى ظهر اليوم في مقبرة الشهداء في أسمرة. وتعبر وزارة المواصلات والاتصالات عن حزنها باستشهاد المناضل الرائد كبروم سجيد، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فابقوا معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو في تقرير صدر من أن العالم ليس على المسار الصحيح لإنهاء سوء التغذية، حيث عانى نحو 733 مليون شخص من الجوع العام الماضي، وهو ما يعادل 1 من كل 11 شخصا في العالم. وقدمت نسخة عام 2024 من تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم الصادر عن الفاو و4 وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، قدمت أحدث الأرقام حول التغذية والحصول على الغذاء، ولفتت إلى أن العالم لا يزال بعيدا جدا عن تحقيق هدف الأمم المتحدة في القضاء على الجوع بحلول عام 2030. وذكرت وكالات الأمم المتحدة أن العالم تراجع 15 عاما إلى الوراء، إذ بلغت مستويات النقص التغذوي معدلات قريبة مما كانت عليه خلال الفترة 2008-2009. وحذرت
الماضية فإن نحو 582 مليون شخص سيعانون نقصا تغذويا مزمنا في عام 2030، نصفهم في إفريقيا، مضيفة أن هذه التوقعات تشبه إلى حد كبير المستويات التي سجلت في عام 2015 عندما تم تبني أهداف التنمية المستدامة، مما يشير إلى ركود مقلق في التقدم المحرز. اجتمع وزيرا خارجية روسيا والصين على هامش محادثات وزراء خارجية رابطة الدول جنوب شرق آسيا آسيان في لاوس، التي انطلقت وعلى رأس جدول أعمالها مسألة بحر الصين الجنوبي ونزاع بورما. وأفاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في بيان بعد محادثاته مع نظيره وانغ يي في فينتيان بأنهما ناقشا قضايا التعاون ضمن آسيان بالتفصيل. جاء ذلك في سياق تشكيل دول معينة تحالفا ضيقا بآليات عسكرية وسياسية تهدف لتقويض الأمن والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي على قوله. وجاء لقاء لافروف ووانغ على هامش اجتماع وزراء خارجية آسيان الذي يستمر 3 أيام بعد يوم على عقد وانغ محادثات في الصين مع وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا. أعلن شركة السكك الحديدية الفرنسية SNCF تعرض خطوط قطارات سريعة لأعمال تخريبية قبل بدء مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع أن أعمال التخريب كانت منسقة بشكل واضح بعد ما كانت الشركة أعلنت تعرضها لهجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شلل شبكتها للقطارات السريعة. وقالت الشركة أن كابلات مشغلة لخطوط القطارات عالية السرعة تعرضت للإحراق، وأن أعمال التخريب طالت 800 ألف راكب. وأضافت أن الاضطرابات في حركة القطارات عالية السرعة قد تستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على الأقل. كما نقلت وكالة رويترز عن شركة يوروستار المشغلة للقطارات فائقة السرعة أنه تم إلغاء وتحويل مسار رحلات من وإلى باريس بعد الأعمال التخريبية. في الخبر الأخير، واصلت فرق الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية جهودها للسيطرة على حريق غابات يتمدد سريعا، مما أجبر أكثر من 3500 شخص على مغادرة منازلهم وفق السلطات. واندلع حريق بارك فاير في اليوم الأخير من موجة حر ضربت المنطقة. ونشرت فرق الإطفاء أكثر من 1150 عنصرا لمكافحة الحريق الذي لم تتم السيطرة عليه إلا بنسبة 3%، وذلك وفق إدارات الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا. وقال حاكم الولاية جافيس نيوسوم إن أكثر من 3500 شخص أخلوا ديارهم في المنطقة. وتأتي الحرارة الخانقة التي تجتاح الولايات المتحدة حاليا في أعقاب شهر يونيو الأكثر سخونة على الإطلاق في العالم وفق مرصد كوبرنيكوس الأوروبي. نهاية النشر، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. وزارة التجارة والصناعة تصدر إعلانين قانونيين. افتتاح مهرجان الإريتريين في الدول الإسكندنافية. دعوة لتضافر جهود مكافحة الملاريا في إقليم عنسبة. الأمم المتحدة تقول أن واحدا من كل 11 اجتماع وزيري خارجية الصين وروسيا على هامش محادثات آسيان. وأعمال تخريبية تعطل قطارات فرنسا قبيل افتتاح الأولمبياد. هكذا مشاهدينا في كل مكان نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العامل ودمتم في أمان الله.